إسرائيل المرة دي ما عملتش غارة ولا اتنين وخلاص. إسرائيل عملت بروفة كاملة للغزو. قوات مدرعة أكتر من 60 جندي من النخبة دخلوا بلدة بيت جان في ريف دمشق على بعد 20 كيلومتر بس من قصر الأسد، وثبتوا نقاط عسكرية فوق جبل الشيخ، متحكمين في 3 طرق حيوية بتربط دمشق ببيروت. يعني مش ضربة سريعة وتمشي، دي بروفة اقتحام واحتلال وتثبيت وجود. طيب السؤال، ليه إسرائيل بتعمل ده دلوقتي؟ الجواب بسيط، بتجس النبض العربي، بتشوف العرب والخليج هيعملوا إيه؟ يسكتوا؟ يبقى الطريق مفتوح، واللي بيتجرب في سوريا النهارده بكره ممكن يتكرر في سيناء. إسرائيل من زمان بتدور على معادلة، سيطرة بالنار والحديد، عشان تضم أرض أكتر لفكرة إسرائيل الكبرى، وبتستخدم وصفة معروفة: تفكيك الدولة، خلق كانتونات مسلحة متحالفة معاها. وسوريا دلوقتي المثال، حتى بيتكلموا عن إقليم درزي منفصل في السويداء يبقى تحت جناح إسرائيل. والكارثة، في ناس قاعدة تتفاوض معاهم على سلام كامل، ممنوع فيه على سوريا تمتلك دفاع جوي أو سلاح استراتيجي، يعني دولة منزوعة الرجولة. إنما ليه مهم نربط ده بسينا؟ لأن نفس الوصفة اتعرضت قبل كده علينا، من أول كلام إن سينا أرض بلا شعب، لحد مقترحات توطين الفلسطينيين فيها اللي مبارك نفسه كشف إن نتنياهو عرضها سنة 2008-2010. وحتى تقارير إسرائيلية حديثة بتقول غزو سينا ممكن يتم عن طريق الفلسطينيين. لكن هنا لازم نوقف ونقول سينا خط أحمر، دي مش السويداء، وده مش جيش منهار، ده الجيش المصري اللي أي حد يفكر يختبره هيتصدم برد يهز العالم كله. باختصار، إسرائيل بتجرب في سوريا، بس الرسالة لمصر واضحة: مفيش وطن بديل هنا، ولا حدود هتتغير على مزاج نتنياهو ولا ترامب. سينا هتفضل أرض مصر، واللي يقرب هيندم.